الحلقة التاسعة: جمع المؤنث السالم. الحلقة اللي فاتت عرفنا ايه هو جمع المذكر السالم، وعرفنا حالات اعرابه، وكمان الكلمات اللي بتلحق بيه. خلينا النهاردة نعرف الحالة الرابعة من الحالات اللي بنستخدم فيها علامات فرعية في الإعراب، وهي جمع المؤنث السالم. ايه هو جمع المؤنث السالم؟ هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وغالبا بيكون للمؤنث، عشان كده اسمه جمع المؤنث السالم. فمثلا زينب جمعها زينبات، وفاطمة فاطمات، وصحراء صحراوات، ومطار مطارات. طيب، حكمه ايه بقى جمع المؤنث السالم ده؟ يرفع بالضمة ويجر بالكسر، ودول علامات أصلية، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتح، ودي علامة فرعية. وهنضرب بعض الأمثلة اللي بيجي فيها جمع المؤنث السالم في حالة النصب، زي خلق الله السماوات والأرض، صور الصحفي دبابات تدهس المواطنين في سوريا، يتوب الله على الذين يعملون السيئات. بس خلي بالك، في كلمات شبه جمع المؤنث السالم بس هي مش جمع مؤنث سالم، وبالتالي مش بتتعرب إعرابها، زي أبيات، لأن أصلها بيت، فالألف والتاء اللي في الآخر مش مزيدتين على الكلمة، لا، أصل الكلمة نفسه اتغير. وزيها برضو أموات اللي مفردها ميت، فهتتنصب بالفتح عادي. مثال: وكنتم أمواتا فأحياكم. تمام، يبقى احنا النهاردة عرفنا ايه هو جمع المؤنث السالم، وعلامات اعرابه اللي هي الضمة للرفع والكسرة للنصب والجر، وان في كلمات ممكن تكون شبه جمع المؤنث السالم بس ما بتتعربش اعراب. استنونا الحلقة الجاية وحالة جديدة من علامات الاعراب الفرعي.